فيديو تقييم اللعيبه. قبل اي حاجه معلم ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترزع اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناه. اللايك والاشتراك ببلاء، ففرحني وارزع لايك واشتراك. هنقيم اللعيبه طبعا، ركز معايا مش هناخد وقت، ولكن لو شايف ان انا ببالغ في التقييمات تكتب لي في التعليقات تقييمك للعيبه الاهلي في مواجهه شبيبه القبائل في دوري ابطال افريقيا. قبل تقييم اللعيبه، الاهلي في المركز الاول، يانج افريكانز في المركز الثاني. طبعا الاهلي تصدر مجموعته بعد مباراه مليئه بالاثاره، 4 اهداف بصراحه مش شويه، ما شاء الله وان شاء الله بدايه خير مع ياسترو. هنبدا بالمدرب ياسترو بالدنمارك، هياخد معانا 10 من 10 وبرافو عليك، بصراحه قدمت مباراه كبيره وانا من اول الناس اللي اتفائلوا بيك من ساعه ما دخلت القلعه الحمراء. برافو ياسترو. الكابتن محمد الشناوي 2 من 10، وانا من رايي ان انت كفايه عليك كده يا كابتن، ارتاح اقعد على الدكه بقى اتفرج كده واستمتع، لان انت بصراحه الفتره اللي جايه وجودك في الاهلي بقى خطر، ده من وجهه نظري. كابتن محمد هاني هياخد معانا 7 من 10، ياسر ابراهيم 6 من 10، ياسين مرعي هياخد معانا 7 من 10، ايضا كوكا هياخد معانا 7 من 10. خط الوسط الدبابه الماليه اليو ديانج هياخد معانا 9 من 10 وتستاهلها. مروان عطيه 8 من 10. خط الهجوم الكابتن بن شرقي او بن قلبي هياخد معانا 8 من 10، قدمت مباراه كبيره وعملت اسيست، برافو برافو بن شرقي. الكابتن محمد شريف هياخد معانا 7 من 10، وشريف بصراحه تايه في المباراه، هياخد معانا 7 من 10 لاجل الفوز ولاجل الهدف اللي هو جابه. بصراحه محمد شريف مش المهاجم اللي احنا عايزينه في الاهلي. بالنسبه للكابتن محمود حسن تريزيجيه او تريزيجول هياخد معانا 10 من 10 ورجل المباراه، وهو الاخطر في مباراه النهارده بصراحه، برافو تريزيجول. بالنسبه للعيبه اللي كانت احتياطي ونزلت في التبديلات، محمد طاهر هتاخد معانا 9 من 10. بصراحه اول مباراه اكافئك بالرقم ده او بالتقييم ده، 9 من 10. لعبت مباراه جميله ما شاء الله في الوقت اللي انت نزلت فيه وانت بتقدم مباراه تحفه. الكابتن امام عاشور هياخد معانا 8 من 10، بصراحه لعبت مباراه كبيره وسجلت جول ما شاء الله تبارك الله. البعض بيقول ان الجول ده ما اتحسبلكش، ولكن انا هحسبه لك. برافو يا امام، بصراحه قدمت مباراه كبيره. مبروك علينا الفوز يا رجاله، ومبروك علينا تصدر المجموعه، وان شاء الله البطوله ال 13 في دولاب الاهلي. وده كان نهايه كلامي. لو شايف ان انا ببالغ في التقييمات اكتب لي في التعليقات. بس كده، ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.